ما مش هينفع يا اسطى مجدي نفضل قاعدين 3 ايام من غير ما انا اساعدك. من اخر مره قلت له روح اقعد فيها وانت ما بتخلصش اي حاجه، مش فالح انت بس غير ما اي حاجه المسها تروح تقول له اقعد مكانك، وانا اتضايقت خلاص كده ولازم أنا اشوف شغلانه. كل اللي انت فالح فيه بس تقوله لي هات لي الخشب عشان اشتغل، وانا قاعد انقل لك الخشب لغايه اما ظهري اتقطم وانت ما بتعملش اي حاجه. الظاهر كده اللي انت قاعد تتفرج عليه وقاعد تضحك عليه وانا بنقل لك الخشب لغايه اما الواحد جاب اخره، والمره الجايه بقى هسيب عليك الكلاب عشان انا زهقت. وكنت ماشي وبيقول لي هات لي باقي الخشب وانا كنت متضايق وقلت له يا اسطى مجدي انت لسه لك معايا تك. قلت والله ما انا عامل اي حاجه ولا شايل خشب، انا هروح اجيب العده بتاعتي واشتغل انا واعمل السقف بدل ما هو مش عاوز يعمل اي حاجه خالص. قلت له اتفرج بقى على المعلم وهو بيسخن. بدات اللي انا اقيس الخشب عشان ما اكسفش نفسي قدامه خالص، وابدا اللي انا اقول له قطع لي كام حته خشب بالظبط عشان يجوا على قد المكان. وقعدت اخد المقاسات كلها ووقفت على الصاروخ وقلت له جهز نفسك عشان تقطع قد ايه وكام حته خشب بالظبط، عشان انا مش عاوز زياده، عشان الزياده هيبقى عليك. انا عرفتك اهو. انا مش عارف الناس الغريبه دي هو جاي من غير الصنايعي بتاعه ليه، انا مش عارف. يعني المفروض يجيب الصنايعي بتاعه عشان يشتغل معاه ويساعده، لكن انا مالي، انا ذنبي ايه في الموضوع؟ انا مش عارف. ما علينا، بس اهم حاجه نخلص. ولقيت الاسطى مجدي واقف قاعد يضحك لي وبيقول لي انت عملت كده ازاي؟ قلت له عيب عليك يا عم، احنا بنثبت وجودنا في اي مكان وفي اي حاجه. وطبعا انا بترخم عليه على طول عشان الراجل عاوز يجي لي الساعه 5 ويمشي بعدها بساعتين. ولقيته جاي يجري كده ومتضايق وبيزعق وبيعلي صوته. قمت مبصص له كده وبقول له في ايه يا اسطى مجدي؟ اتاري الاسطى مجدي بيبص على حاجه في الارض او بيدور على حاجه. قلت هيخبطني بحاجه ولا ايه؟ ولقيته ماسك الشاكوش في ايده. لقيته بيقول لي ما تقلقش يا عم، ده انا هقول لك تعملها ازاي لما تفرق معاك كده. ولقيته بيخبط على الخشب وقاعد يزق لي الخشب لغايه ما ظبطه لي. ويا دوبك اول ما هو مش على طول بدات اللي انا ارقص بالمسدس وقعدت اضرب كده في الجو لغايه اما المسدس تقريبا هو باظ ولا ايه.